السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي في الله، سنواصل في دروس العقيدة، بحيث درسنا اليوم سيكون تحت عنوان عدم خروج إرادة الإنسان عن إرادة الله عز وجل. إذن أخواتي في الله، فهذا لا يمنع أن يكون للعبد إرادة ومشيئة، وأن يكون له اختيار وفعل وقدرة بما يقدر على الفعل والترك، وبها يقدر على اختيار الضار من النافع. إذن فالإنسان يفعل بإرادته الخير والحسنات والطاعات، وبإرادته يترك الطاعات والواجبات، وبها يفعل المعاصي والشرور والمخالفات. إذن فهو محاسب على إرادته وعلى فعله، لكن إرادته ومشيئته لا تخرج عن إرادة ومشيئة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في سورة التكوير من الآية 29: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن فهنا أثبت الله عز وجل للعبد مشيئته، لكن ربطها بمشيئته عز وجل. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت، أو قل ما شاء الله وحده. ما شاء الله وحده، أخرجه ابن ماجه وأحمد. إذن هنا سننهي هذا الدرس للمواصلة في الدروس الأخرى بإذن الله، حيث تبقى إلا درسين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.